بقينا نسمع الشتايم والألفاظ الخارجة حوالينا في كل حتة، في الشارع، في الشغل، في المواصلات، حتى على السوشيال ميديا. بقت ناس كتير حوالينا، ويمكن انت واحد منهم، بتشتم بمجرد ان هي تقول صباح الخير. يا ترى ده عشان احنا اتغيرنا، ولا الدنيا حوالينا هي اللي اتغيرت، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ أول سبب الناس بتشتم عشانه، وده سبب كده مشترك ما بين الناس كلها، هو التنفيس عن المشاعر. زيها زي السجاير مثلا، بيشوف إن دي الحاجة اللي بيطلع فيها الطاقة والغضب وقت ما يكون محبط، مش كويس، متضايق، في حد معصبه، لأنه وقتها بيبقى حاسس إن أي كلام هيقوله وأي حاجة هيقولها مش هتبقى كفاية إنها تعبر عن كم الغضب اللي جواه. فهو شايف إن الشتيمة دي أكتر حاجة بيطلع فيها الطاقة. تاني سبب إن في ناس بتشتم عشان تبان إن هي مسيطرة وقوية، وكل ما كانت الألفاظ خارجة أكتر أو فجة أكتر، كل ما بقى الواد الجامد اللي جاب سقف الجراءة ومحدش قده، لدرجة إنها وصلت إنه بقى بيتجرأ على الله، زي مثلا سب الأديان، بقى بيكفر عشان يبان الواد الكول الجامد. تالت سبب هي البيئة اللي انت موجود فيها، البيئة والناس اللي حواليك. لو انت مولود اصلا في مكان الشتايم دي عادي موجودة في الشارع في اليوم الطبيعي، مش مقصود بيها اهانة شخص ولا هي بتستخدم في الخناقات، فانت هتحس ان ودنك مألوف عليها الالفاظ الخارجة دي، ده كلام عادي اصلا ما فيهوش حاجة غلط. فبالتالي بتطلع انت كمان تروح لمجتمعات تانية ولبيئات مختلفة، وتبدأ تستخدم الالفاظ دي على اساس ان هي حاجة عادية وانت متعود عليها. رابع سبب هو الإحساس بالانتماء. بتروح الجامعة تلاقي الناس عبارة عن شلل أو مجموعات بيهزروا مع بعض بطريقة خارجة وألفاظ وشتايم. تروح القهوة تلاقي القعدة نفس القعدة بنفس طريقة الهزار. فبقى قدامك اختيار من الاتنين، يا تبقى شبههم عشان خاطر تعرف تبقى معاهم علشان ما تبقاش لوحدك، يا تقعد كتير بتدور على 2 3 كده يبقوا شبهك ويبقى أصحاب. فالاختيار بيبقى ليك، والاختيارين على فكرة صعبين مش سهلين. الأولاني بتفقد فيه نفسك واحترامك لنفسك، ده غير طبعا كم الذنوب اللي انت بتشيلها بسبب الشتايم والألفاظ الخارجة. يا إما إن أنت يبقى الموضوع صعب عليك في إنك تدور على أصحاب يكونوا شبهك. بس هنا بقى في حاجة أنا بجد مش فاهماها، يعني أنا مش عارفة إيه المتعة في إن البني آدم يشتم أو يقول ألفاظ خارجة، وإن الهزار يبقى إن إحنا نهين بعض والحياة كده تمام. بس بقت قمة الروشنة اللي أنا بشوفها إن الناس تشتم بالأم والأب. فأنا مش فاهمة الفكرة. يعني أنت تخيل كده إن أنت جايب مامتك قدامك موقفها وعمالين انت واصحابك تقلشوا وتشتموا عليها في الرايحه وفي الجايه. تخيل بس ان هي قدامك، حس انت هتقدر تتكلم عنها بلفظ كده، او هتقدر تخلي اصحابك يتكلموا عنها بلفظ كده؟ انا فعلا لحد دلوقتي مش قادره افهم ايه الفكره في الموضوع ده. ده الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن والديه؟ قال ان يسب الرجل ابا رجل فيسب الرجل اباه وامه. ويا ريتها شتايم عاديه، دي شتايم كلها زنا وقذف محصنات وبهدله وحاجه اخر قرف. كل ده علشان حضرتك تبان انك تمام وان في الشله. السبب الخامس هو البني ادم اللي عنده افتقار للغه، او ما عندوش مفردات كويسه او كلمات يقدر يعبر بيها عن اللي هو حاسه. فلما بيقابل مشاعر غضب او مشاعر فرحه او انه مبسوط او انه مندهش، يبدا كده دماغه تعمل بلوك، ما يجيش في دماغه اي كلمات ممكن يستخدمها الا اول لفظ خارج هو متعود ان هو يستخدمه وجه على باله. السبب السادس او بمعنى اصح الحجة السادسة هي ان الناس شايفة انها تعبانة ومضغوطة والحياة جاية عليهم والدنيا مش احسن حاجة، فشايفين ان هم بياخدوا حقهم من الدنيا بالسب واللعن، وان الدنيا تستاهل ان هي تتشتم ويحصل اكتر من كده، ما هي ما عملت فينا. السبب السابع ان في ناس بتشوف ان ده الستايل بتاعها، الطريقة اللي عايزة تعرف الناس عنها بيها. يعني هو حابب يكون بالطريقة دي وحابب يكون بالشكل ده، وشايف ان الشتايم او الالفاظ هي طريقة تعبيره عن رفض العادات والتقاليد القديمة اللي معترض عليها. في النهاية ايا كان السبب اللي بيخليك تشتم، اعرف ان ده بيخلي منك مسخ بيهين الناس اللي حواليه وبيهين نفسه وبيهين دينه وبيشيل في ذنوب. وكل ما ده بيطلع اجيال اسوأ واسوأ، لان كل جيل فيهم عايز يعلي على الجيل اللي قبله. فانت لو شايف ان احترامك لنفسك وعدم استخدامك للشتايم والالفاظ الخارجة هيخليك ملكش شلة وبعيد عنهم ومختلف، فخليك مختلف، خليك يونيك.